السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. قبل ما نبداو على الوصفة نتاعنا لنهار اليوم، ما تنساوش انكم تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، انكم تبارطاجوا الفيديو وديروا لايك وديروا اعجاب للفيديو وتبارطاجوا مع اصحابكم وحبابكم. نبداو بالوصفة نتاعنا اليوم. حبيت نشارككم وصفة صابلي المعجون. هذه وصفة قديمة وتقليدية جزائرية. حبيت اني نشارككم. راح نعطيكم روسات سهله واقتصاديه وما تديش بزاف مقادير، وراح يجيكم هشيش ويجيكم يذوب في الفم. نبداو على بركه الله بالوصفه نتاعنا. ما ترطوش الوصفه وتبعوا الاخر الفيديو. هنايا في ريسيبيو حطيت عندي انا هنايا نستعمل الزبده نتاع صول. هنا تقدري تستعملي الزبده اللي مالفه تستعمليها انتيا، مرة تستعمليها انتي. هنا لازم تكون الزبدة نوعية جيدة. انا هنا نستعمل دائما صول. راح نستعمل 500 غرام نتاع الزبدة. هنا تقدري انك تقسمي الكمية على نصفين، فقط انك تستعملي 250 غرام. انا هنا راح نستعمل 500 غرام. هنا فقط انه تحذف لي المقطع. هنا كنت ضفت كاس نتاع السكر. كنت ضفت كاس تاع السكر، سكر جلاس. طبعا هنايا انا استعملت كاس هكذا باش ما يجيكم ماهوش حلو. كاس كنت غربلته وضفت عليه 2 مغارف كبار نتاع نشا وحبه نتاع بيض. هناك فقط سمحوا لي كان المقطع فقط انه تحذف لي. وجمعت بالفارينه. هنا صاديبو الفارينه على حساب نتيا، على حساب الفارينه اللي كانت تشرب ولا ما تشربش. انا دات لي حوالي تقريبا 3 كيسان. نتوما ما تيبسوهاش العجينه كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما فتحت العجينه، هنا بعد ما طميتها، ما لازم تكون طريه. هنايا فتحتها في كيس بلاستيكي، وهنا بديت نطبع عده اشكال اللي حبيتوهم نتوما. انايا هنا كنت طبعت المدور الاوفال والدمعه. هنايا بعد ما طيبتهم، هنا دخلتهم للفرن على درجه حراره 180. هنا حتى يحمر الصابلي نتاعكم كما راكم تشوفوا في الفيديو. كنت سبقت ودرت نحيت شويه نتاع العجينه ودرت لها حوالي مغرف نتاع كاكاو باش نخرج هذا الكولير تاع الشوكولا. هنا راح نلصقهم بالمعجون. هنا عندي كاوكاو كنت حمصته ورحيته هنايا، وعندي هنا المعجون. راح نجيب المعجون ونبدا نلصق في الحبات دياولي كل حبه وختها. هنايا كما سبقت وقلت الاشكال اللي حبيتوهم انتوما. انا كنت استعملت الاوفال والدمعه وهذا المدور. هنا راح نجي نلصق الصابلي مع بعضه. الصابلي ديالي هنا راح ندهن هذه الشكل المدور. راح نديرو عفوا الكاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته. راح ندهن فقط من الفوق بالكوفيتير ونحط الحبه نتاعي في الكاوكاو ونلصقها مع اختها. الشكل هذا المدور. شوفوا كما راكم تشاهدوا. هنا درت له الكاوكاو كنت حمصته ورحيته كما راكم تشوفوا. هنا تزيين يبقى اختياري كما تحبوا نتوما وكما تفضلوا. هنا تقدروا انكم تستعملوا معجون المشماش او معجون الفريز. انا هنا كنت استعملت، نحب بزاف معجون تاع المشماش، يعطيني شويه حموضيه مع حلاوه الكاطو. هذيك هي يطيحوا سوا. هنا كما راكم تشوفوا. شوفوا هنا لصقت الحبه ديالي كما راكم تشوفوا. عند وهذاك الدمعه اللي راكم تشوفوا فيه. هذا الدمعه كنت خليته ساده كما راكم تشوفوا. هنا راني لصقته. هذاك الاوفال درت له رشيت عليه سكر غلاس من الفوق كما راكم تشوفوا. هنا رشيت عليه سكر غلاس من الفوق وهذا خليته على شكل، بما اني درت له الكاكاو خليته هكذا ساده ولصقتهم مع بعضهم. وهذا كنت رشيت عليه شويه سكر غلاس. كانت الوصفه نتاعنا. فقط حبيت نقول لكم، نسيت ما قلت لكمش هنايا اني ما نستعملش. انا ضد اني نستعمل خميره الكاطو في الصابلي هكذا باش ما يخسرليش الشكل نتاعي. هذه هي الوصفه نتاعنا عفوا. يجيكم يذوب في الفم كما راكم تشاهدوا. هنا في زعما تقسم لي. شوفوا كما راكم تشوفوا هنايا يجيكم طري وهشيش.
وان شاء الله تجربوا الوصفه وتنال على اعجابكم. وكي تجربوها ما تنسوش انكم تقولوا لي في التعليقات وتخلوا لي في صندوق الوصف. وان شاء الله الى الملتقى.